الشهادة بتاعت CPE أنا لما خدتها فرقت معايا. قدمت على الكورس إن أنا واخدة شهادة معتمدة دوليا من مكان معتمد. هو معروف في المكان كويس قوي، ومعروف الشهادة اللي أنا خدتها دي كويس قوي. اسم المكان نفسه مجرد ما قلت إن أنا باخد كورس في توس كان سبورتنج ليا في الانترفيوهات وفي الأماكن اللي أنا كنت بروحها. أنا اسمي عزيزة أبو العيد، شغالة في الكونستراكشن فيلد، ديبيوتي بروكيورمنت مانجر شركة داكو كونستراكشن. أنا بشتغل procurement من 2010، فكنت بقالي فترة بدور على مكان يكون بروفيشنال أشتغل فيه الكورس بتاعي. بقالي 6 سنين تقريبا بعمل سيرش على الموضوع، سألت كذا حد في الموضوع ده، كذا حد أبقى أنا واثقة فيه كويس قوي. بصراحة في 6 أفراد رشحوا لي المكان، فبناء عليه بدأت أعمل كونتاكت مع توس، قدمته وخدت الكورس بتاعي. اخترت الشهادة علشان دي بروفيشنال قوي في الشغل بتاعي. أنا procurement وحابة حتة البروكيورمنت دي أكمل فيها، فالشهادة اللي أنا اخترتها على الأساس ده. أنا أكمل procurement 100%، مش حابة إن أنا أغير في الحتة دي خالص. كان في مكانين تانيين، بس السجست كان المكان هنا من كذا حد مضمون وشغال في المجال بتاعي. بصراحة أنا كنت محظوظة في الكورس هنا قوي. إحنا كنا 7 في الكورس، فكان الموضوع حلو قوي، وكنا كلنا procurement بقالنا شوية، مش لسه داخلين في المجال الجديد، فكان كل واحد في حتة عنده مختلفة عن الحتة اللي عند التاني، ففعلا استفدت طول الفترة بتاعت الكورس اللي أنا كنت فيها. كنا متقسمين كذا جزء، كل جزء كان فيه جزء نظري وجزء عملي كنا بنشتغل بيه. كل واحد كان بيقول تجربته وبيتحسن في حتة معينة ممكن يكون فيه شورتج فيه. الجزء العملي اللي اشتغلناه فرق معايا جدا، لدرجه ان انا بعد ما خلصت الكورس انا غيرت المكان اللي اوريدي كنت شغاله فيه ورحت اشتغلت في مكان تاني. بصراحه مساعده الانستراكتور كان معانا، كان كويس قوي. في اي وقت بنعوز اي ديتيلز او اي معلومه كان بيرد علينا فيه. بصراحة كان في جروب معمول للتيم بتاعنا، مجرد ما كان أي حد بيسأل أي سؤال عليه كان بيترد عليه. لو حصل أي مشكلة لأي حد كنا بنعمل كونتاكت، وكان في شخص من المكان بيرد علينا برايفت ويقول لنا المشكلة بتاعتنا دي ممكن تتحل إزاي. كل الأفراد بصراحة كانوا متعاونين معانا جدا. أي مشكلة كانت بتحصل لا كان بيتحل في وقتها، وبندور على أي حل نحلها مع بعض فيها. كانت تجربة بصراحة أنا استمتعت بيها طول الفترة بتاعت الكورس، أنا استمتعت بيها. البروكيورمنت اكتشفت ان البروكيورمنت مين في كل الفيلدز. الجزء بتاع الكونتراكت شويه كان الدنيا عندي ملخبطه، فمحتاجه شويه معلومات فيها زياده فدفتوني. الشيبنج، الجزء بتاع الشيبنج يعني كان في كذا كده بورت في الكورس انا ما كنتش ملمه بيهم قوي، كنت اوريدي بشتغل بيها قبل ما اخد الكورس، بس في شويه ديتيلز كده كانت ناقصوني فكملتها بالكورس. الشهادة بتاعت CPE أنا لما خدتها فرقت معايا. قدمت على الكورس إن أنا واخدة شهادة معتمدة دوليا من مكان معتمد. هو معروف في المكان كويس قوي، ومعروف الشهادة اللي أنا خدتها دي كويس قوي. اسم المكان نفسه مجرد ما قلت إن أنا باخد كورس في توس كان سبورتنج ليا في الانترفيوهات وفي الأماكن اللي أنا كنت بروحها. لو حد حابب ياخد كورس في البروكيورمنت وحابب يتخصص فيه، هرشح لكم CPE من توس. هي الشهاده بصراحه لما كل البوينتس بكل الاجزاء الخاصه بالبروكيورمنت، والمكان سبورتنج ليكم طول الفتره بتاعت التريننج بتاعتكم، لان انت طول ما انت قاعد بتسال، ولو في حته فاتتك بيديك الارم. ركزوا معانا لان ده اللي كان بيحصل معانا في الكورس. لما كان في حد بيسرح او ما بيبقاش مركز في حته معينه، كان الانستراكتور يوضح لنا لا نقعد مع بعض ونركز ونشوف الحته اللي احنا عاوزين نبقى فيها ايه، ويسألنا ويشوفنا كمان فهمنا الحتة ولا لا. فأنا سجست المكان وسجست الشهادة جدا لي.